السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وصحه جيده وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله نشارك معكم جوج اقتراحات اللي ممكن توجدوهم للفطور، جوج وصفات سهلين بساطين واقتصاديين بدون عجينه ولا مجهود، وايضا كيجيو لذاذين بزاف بزاف. اول حاجه نوجدوا هاد الفطيره بدون عجينه، سهله واقتصاديه وكتجي بنينه بزاف. وايضا غنوجد معكم هاد لي ساندويتش او لا بوكاديوس حتى هو بدون عجينه، وكيوجدوا بسرعه، ما كياخذوش منا بزاف ديال الوقت، وكيف ما قلت لكم تقدروا توجدوهم في اخر لحظه، حيت يعني كل شيء هادشي يعني بدون عجين. واللي زوين فيهم انهم كيجيو لذاذين وكل شيء كيبغيهم الكبير والصغير. يلا اللي بغات المقادير وطريقه التحضير تتبع معايا الفيديو البداية حتى النهايه باش تعرفوا جميع التفاصيل. يلا بسم الله على بركة الله. اول حاجه بحال ديما غادي نبداو بالمقادير. ديال الفطيره. عندي هنايا واحد البصله، وايضا عندي واحد الفلفله، انا استعملت هنا فلفله حمراء، تقدروا ديروا الخضراء. وعندي جوج حبات ديال المطيشه اللي قطعتها ايضا قطع يعني مربعات صغيره. وعندي شويه ديال الكفته او اللحم المفروم حتى هو، شحرته شويه في المقله، درت له شويه ديال الزيت والملحه وشويه ديال الكيمون، شويه ديال البزار فقط. وعندي 3 البيضات. وعندي هنا شويه ديال القزبر والمعكنوس اللي قطعتهم هيدا قطع صغيره. وغادي نحتاجوا هنايا فخوماج غابي، وعندي هنايا موتزاريلا، وعندي فخوماج ديال لي ساندويتش. وعندي هنايا ماسكاربون اختياري، عندكم ديروه الا ما عندكمش بلاش. وعندي 3 البيضات مسلوقين وشويه ديال الملحه. وعندي هنايا العطريه، عندي شويه ديال الكيمون، شويه ديال فلفل اسود. وعندي العطريه العجيبه اللي دائما كنقولها لكم، عطريه اسيويه، عندكم ديروها ما عندكمش عوضوها بشويه ديال بودره ديال الثومه وشويه ديال الفلفل الاحمر. صافي. وغادي نحتاجو الخبز ديالنا ديال التوست، هو هذا. يعني واحد الفطيره اللي هي سهله وبسيطه واقتصاديه وكتوجد بسرعه. غادي نجيب هنايا واحد البول وغادي نحط فيه 3 البيضات اللي هما كبارين. وبالنسبه للبصله والفلفله راهم شحرتهم شويه البنات في المقله، درت لهم شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه، خليتهم حتى نزلوا صافي. وديك الساعه غادي نستعملهم لان ولادي انا ما كيبغيوش ديال البصله والفلفله خضرين. اما نتوما الا كانوا وليداتكم كيعجبوا لهم هادشي خضر ديروهم خضر. هنايا درت كيما شفتوا معايا، درت البيض ماسكاربون والملحه وشويه ديال البزار، واحد الرشيشه فقط، وشويه ديال الكيمون، وكما قلت لكم عطريه اسيويه. صافي. وغادي نخلط هاد المكونات مزيان، وديك الساعه غادي نكملوا باقي المكونات. بالنسبه لي انا هنايا درت الفطيره كبيره، نتوما تقدروا ديروها غير صغيره. بالنسبه لهاد المكونات تقدروا يعني تنقصوا منهم. انا هنايا درت حبه كبيره ديال البصله، نتوما تقدروا ديروا غير وحده صغيره. بالنسبه هنايا المطيشه راني هي ما طيبتهاش، هي خليتها خضراء، هذيك ماشي مشكل كيبغيوها ولادي. وهنايا فلفله حمراء. وهنايا الكفته. بالنسبه للكفته او اللحم المفروم تقدروا تعوضوه بالحوت، او لا تقدروا تعوضوه يعني بالدجاج، صدر ديال الدجاج، المهم اللي بغيتو. او لا غير الطون حتى هو كيجي زوين، انا بعض المرات كندير غير الطون كتجي بها زوينه. المهم ديروا داكشي اللي عندكم في الدار. صافي. ودابا درت القزبر المعكنوس. صافي. ودابا غادي نخلط هاد المكونات كاملين حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. وديك الساعه نعمروا الفطيره ديالنا. اول حاجه عندي هنا كما قلت لكم الخبز ديال التوست، عندي المول فرشت له واحد بابي كويسون اولا ورق الزبده. وبالنسبه كما شفتوا معايا الحشوه ديالي راني قسمتها على 5 باش هيدا يجيو ليا متساويين، ماشي يعني شي طبقه تجي ليا كبيره ولا وحده تجي ليا فيها الحشوه بزاف، هيدا احسن كيبان لينا كلشي باين او واضح. صافي. كما شفتوا معايا الحشوه ديالي فرشتها فوق يعني فوق الخبز ديالنا. وهنايا درت البيض المسلوق، قطعته هيدا دوائر صغار. اللي كيبغي البيض يديروا، اللي ما كيبغيش بلاش. وهنايا غادي ندير شويه ديال الموتزاريلا، ايضا موتزاريلا الا كانت عندكم ديروها، الا ما كانتش عندكم ديروا لافاش كيغي او لا كيغي حتى هو كيجي زوين. وهنايا فخوماج ديال لي ساندويتش. وغادي ندير شويه ديال فخوماج غابي او لا فخوماج محكوك. صافي. وغادي نغطي بالطبقه الثانيه او يعني بالخبز ديالنا.
وغادي نحاول اني نقادها مزيان كيف كتشوفوا معايا صافي. وغادي ندير الطبقه الثانيه وغادي نبقى مستمره هيدا حتى غادي نكمل يعني كل شيء، يعني الحشوه اللي عندي هنايا كامله. ولكن حاولوا انكم يعني ديك الحشوه تلقوها فوق الخبز ديالكم كامله، وركزوا على الجوانب ايضا، ما تخليوش الجوانب فارغين باش هيدا الخبزه ديالنا كتجي لينا معمره يعني في الوسط وفي الجوانب كامله. صافي كما شفتوا معايا غادي نستمر بنفس الشيء كما قلت لكم حتى غادي نكمل الحشوه ديالي كامله، وديك الساعه غادي نوري لكم في الاخير شنو غادي ديروا ليها. صراحه واحد الخبزه ما نعاودش لكم، اولا واحد الفطيره كتجي رائعه، كتجي بنينه بنينه، واللي زوين فيها انها كتوجد بسرعه وتقدروا توجدوها يعني في اخر لحظه ديال الفطور. صافي كما شفتوا معايا اخواتي بعد ما كملت الحشوه اللي عندي كامله، وفي الاخير الطبقه الاخيره غادي نجيب كاتشوب وغادي ندهن بها الوجه ديال يعني ديال الفطيره ديالي مزيان. هيدا كما قلت لكم الجوانب دائما تبقاو تركزوا على الجوانب. صافي واللمسه الاخيره غادي ندير هنايا فروماج غابي اولا فروماج محكوك. صافي وغادي نحاول نقادو مزيان هيدا. صافي ندخلها الفران ديالي. بالنسبه للفران راني شعلت له السخن، ودابا غادي ندخل الفطيره ديالي غادي نشعل ليها غير من التحت واحد 10 ديال الدقائق. صراحه انا كنت شعلت ليها 10 دقائق ولكن جبرتها باقي ليها شويه وزدت ليها 10 ديال الدقائق اخرى، لاني درت درجه الحراره على 180 يعني غير شويه كطيب غير بشويه. اصلا هي ما كتاخذش بزاف ديال الوقت في الفران، لان هاد الخضر راهم طايبين وداك الخبز ديال الطوست راه هو طايب نص طيبه يعني ما تحتاجش بزاف. صافي تبقاو تراقبوها حتى تجبروها محمره ديك الساعه زولوها. وغادي ندوز ان شاء الله الوصفه الثانيه. عندي هنايا الكفته. بالنسبه للكفته على حساب افراد العائله ديالكم، وعندي هنايا شويه ديال القزبور والمعكنوس والبصله اللي درتهم في الهاشوا حتى طحنوا ليا مزيان وزدتهم فوق الكفته ديالي. وعندي العطريه، الملح، الكيمون، سكينجبير، شويه ديال الحرقوم بلدي، شويه ديال البزار، زريعه القزبور، وشويه ديال العطريه ديال الكفته. صافي وغادي نزيد شويه ديال الزيت، زيت المائده. صافي وغادي نخلط هاد المكونات، ودرت شويه ديال الكاري كما قلت لكم راه كاين عند العطاره، وحنايا بالنسبه هنايا في اوروبا راه كنشريوه من الجزاره صراحه زوين حتى هو. صافي بعد ما خلطت الكفته ديالي دابا غادي ندير بها هيدا يعني حريبلات صغارين اولا كيف ما بغيتو ديروهم هيدا طوالين شويه اولا ديروهم مدورين. صافي وغادي ندوز باش نطيبهم. بالنسبه للطياب بغيتو تشويوهم اولا تدخلوهم الفران اولا ديروهم غير في المقله كيف ما بغيتو، اللي كيعجب لكم اللي كتفضلوا. انا غادي نديرهم غير في المقله، وديك الساعه ندوزو باش نعمروا لي ساندويتش ديالنا. صافي يا اخواتي كما شفتوا معايا بعد ما طيبت الكفته ديالي عندي هنايا الكفته والبصله. دائما انا البصله ديالي كنديرها في شويه في المقله يعني كما قلت لكم ولادي ما كيبغيوش داكشي خضر. والفلفله شويتها، وهنايا طماطم قطعتهم دوائر، وهنايا الخس لي فريت والفرomاج ديال لي ساندويتش، وهنايا عندي لاصوص. صافي هادو هما المكونات اللي عندنا. وعندنا الخبز بطبيعه الحال اللي غادي نعمروه ان شاء الله. عندي هنايا واحد بالنسبه للاصوص عندي هنايا واحد الياغورت مسوسه، مايونيز، وشويه ديال الكاتشوب، والعطريه. بالنسبه للعطريه شويه ديال الكيمون وشويه ديال الفلفل الاسود. والعطريه اللي ما كتخطانيش صراحه كتجي لذيذه يعني في كل شيء. والله العظيم الا البنات غير الا جبرتوها غير شريوها غادي تعجب لكم، خصوصا لاصوص. صافي دابا كما شفتوا معايا زدت شويه ديال الملحه وشويه ديال الخل. وبالنسبه للفريته ديالي كما شفتوا معايا راني درتها في القلايه الهوائيه بلا زيت. صراحه كتجي زوينه بزاف ولذيذه. ان شاء الله مازال غادي نوجد لكم فيها الوصفات اللي كندير في هاد يعني في هاد المقله ان شاء الله يا ربي. صافي كما شفتوا معايا دابا غادي نبدا نعمر في بوكاديوس اولا لي ساندويتش. درت في الاول قطعت الخبز وزودت له ديك البابه، ودرت لاصوص ديالي، ودرت الخس مطيشه، الفلفله، وشويه ديال البصله. كما قلت لكم البصله الا كنتو كتبغيوها خضراء ديروها خضراء، اما الا كنتوش بحالنا بلا ما ديروها يعني نديروها في شويه المقله مع شويه ديال الزيت حتى تشحر لكم يعني تتبال لكم عفوا. ديك الساعه عاد ديروها، والفلفله حتى هي شويتها. صافي وكنعمروا الخبيزات ديالنا بهذا الشكل هذا، وفي الاخير كنديروا واحد اللمسه ديال الفرomاج غابي. صافي وها هي يعني الساندويتش ديالنا واجد ساهل
بسيط وسريع وكيوجد دغيا. وصراحه هاد الخبيزات كلشي كيبغيهم، خصوصا العيال الصغار كيعجبوا ليهم بزاف بزاف. نعاود معكم وحده. كيما شفتوا معايا الخبز ديالي كندهنو مزيان بلاصوص، وكندير شلاضه، وكندير المطيشه، الفلفله والبصله صافي. وديك الساعه غادي ندير لي فخيت، وايضا غادي ندير الكفته ديالي او اللحم المفروم اللي شوينا، وغادي ندير فخوماج ديال لي ساندويتش هيدا صافي. وديك الساعه غادي ندير شويه ديال فخوماج محكوك صافي. غادي نستمر هيدا حتى غادي نكمل الخبيزات ديالي كاملين. وديك الساعه غادي ندخلهم شويه الفران، واحد 3 دقائق نشعل الفران غير من الفوق، غير باش يعني يذوب لينا داك الفخوماج صافي، ونزولهم. ديك الساعه غادي نوري لكم الشكل النهائي ديال الاطباق اللي وجدنا اليوم. الحبيبات ديالي، الوصفات ديالنا بجوج هما هادو. الاقتراح الاول ديال الفطيره بدون عجينه، سهله وبسيطه وكتجي لذيذه بزاف بزاف، اللذه ديالها لا تقاوم. غير جربوها غادي تعجب لكم وما غاديش تندموا. وايضا لي ساندويتش ديالنا اللي وجدنا بالخضره والكفته حتى هما واجدين، حتى هما جاو لذاذين بزاف. هانتوما كتشوفوا الفطيره داك البيض اللي درنا والفلفله كلشي باين، وكتجي طايبه وكتبقى رطبه، راه ماشي كتجي يابسه ولا شي حاجه، راها رطبه والبنينه. انا كنقول لكم غير جربوها غادي تعجبكم ان شاء الله. وبالنسبه للبوكاديوس ديالنا هو هذا اولا لي ساندويتش، كنزينهم شويه ديال يعني ديال المطيشه صغيره هيدا كتزيان فقط. بغيتو ديروا ولا ما بغيتوش ماشي مشكل صافي. الحبيبات ديالي وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى ان شاء الله هاد الاقتراحات عجبوا لكم، ساهلين وبساطين وكيوجدوا بسرعه، ما كيحتاجوش نوقفوا بزاف في الكوزينه وكيجيو بنانين، هذا هو الاهم. يلا نتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله مع وصفات سهله وبسيطه. احبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.